اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم للمرة الثالثة الكلام اللي هقوله لكم ده صدق 100%. انا بستغرب اوي والله من كل الاهلاويه اللي بيسمعوا علاء صادق ويمشوا ورا كلامه، او اصلا اللي بيصدقوا كلامه. ده واحد تحس ان هو مختل، يعني ده غير ان هو هربان من البلد وقاعد بره وعمال يشتم في طوب الارض. ده من كلامه تحس ان هو مختل. يعني طالع يتريق على ده طالع يعني ايه يتريق على طوب، او طالع يشتم طوب الارض، طالع يخون طوب الارض. مفيش حلقة، يعني مفيش حلقة من حلقاته تحس ان هو بيتكلم في الكورة. يعني مفيش حلقة من حلقاته بيتكلم في الكورة اصلا. كل حاجة يعني الزمالك ده حازم امام بيعمل كده عشان الزمالك. ده كريم فؤاد احسن لاعب في مصر، ويعني ايه وهو بعد محمد صلاح كمان. يعني محمد صلاح ثم ايه ثم كريم فؤاد. يعني ايه ان كريم فؤاد اللي كل السي في بتاعه ماتشين اتنين، بقى إيه في النظر علاء صادق والناس اللي مصدقينه احسن لاعب في مصر بعد محمد صلاح. ماشي. حازم امام ضم عبد الله جمعه. طب وحازم امام ماله؟ يعني حازم امام هيضم عبد الله جمعه بتاع ايه؟ ما كان حازم امام ضم محمد عواد المره اللي فاتت. يعني لو حازم امام بقى، القصه دلوقتي ملهاش دعوه باهلي وزمالك. يعني القصه ملهاش دعوه انت بتشجع مين او ما بتشجعش مين. الناس اللي بتردد كلام يعني كلام علاء صادق وماشي ورا كلامه، ده واحد هربان يا جدعان. ده واحد مختل مش عارف اصلا هو بيقول ايه. ده عايز يعمل فتنة. ده واحد عايز يعمل فتنة ما بين الجمهورين. مصلحته انه يعمل فتنة. ما تخليه ينزل مصر ويقول الكلام ده في مصر. يعني خليه كده دكر ينزل مصر هنا وايه ويعمل فتنة براحته في مصر. مش ما كان قاعد هنا ما كانش بيقدر يتكلم الكلام ده في مصر. عيب قوي، يعني عيب قوي لكل الناس اللي بتسمعه او الناس اللي بتصدقه. عيب والله.